تخيل حالك واقف بجزيرة صغيرة آخر الدنيا شمال غرب اسكتلندا، حواليك بحر بخوف، الموج عم يضرب الصخور كأنه بده يفتت الأرض. بهالجو الموحش واقفة منارة بيضاء كبيرة، منارة فلانان. هالمنارة ما بيزورها البشر إلا كل كم أسبوع مرة، وكأنها منسية من العالم. بس بشهر كانون الأول من عام 1900 صار شيء ما حدا قدر يفسره. 3 حراس من المنارة اختفوا بدون أي أثر، وكأنه الجزيرة ابتلعتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم رؤوف من قناة غرباء. إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا تدعمونا بزر اللايك والاشتراك. قصتنا بتبلش لما مرت سفينة من جنب الجزيرة ولاحظوا أنه ضوء المنارة مطفي، وهذا الشيء مو طبيعي أبدا، لأنه المنارة حياتها أنه تضوي. بس المشكلة أنه العاصفة كانت كتير قوي وما قدر حدا يوصل لفلانان لمدة 11 يوم، لحد ما بالنهاية وصلت سفينة الإنقاذ هيسبيروس. أول شخص نزل على الجزيرة هو كان جو مور. جو مور كان مساعد حارس قديم وبيعرف بشغل المنارات، بس اللي شافه جوا خلاه يرجع شوي لورا من الصدمة. فتح باب المنارة لقاه مسكر من برا بشكل عادي، فات لجوا كان كل شيء مرتب، الأكل محطوط على الطاولة وكأنه حدا كان مجهزه ليقعد ياكل، وطلع مستعجل. الساعات واقفة، المصابيح محضرة للشغل، ما في فوضى، ما في تكسير، ما في أي دليل أنه صار شجار أو كارثي في هذا المكان. بس في تفصيل واحد قلب القصة، في جاكيتين مفقودين من المكان والثالث لساته موجود. يعني شخص من 3 حراس طلع لبرا بدون جاكيت، وهالحركة ما بيعملها إنسان عاقل في هيك مكان وفي هيك جو. جو وفريق البحث راحوا على الجهة الغربية للجزيرة، المكان اللي الموج فيه بيكون شرس بشكل بخوف، وهناك بلشت تطلع الأدلة اللي بتعمل قشعريرة بالجسم: قضبان حديد مثنية، معدات مكسرة، وصخور كبيرة مقتلعة من مكانها، وكأنه شيء كبير ضرب الساحل. واضح إنها موجة مرعبة ضربت المنطقة. بس ليش طلعوا ال3 سوا؟ وليش ترك واحد جاكيته؟ ولو الموجة سحبتهم وين راحت الجثث؟ ولحد يومنا هذا الناس عم تحط نظريات. أقرب نظرية للعقل إنه الرجال ال3 نزلوا يحاولوا يثبتوا المعدات، كانت رح توقع وضربتهم موجة عملاقة وسحبتهم للبحر. هالفرضية مذكورة بتقارير بحرية رسمية. في ناس قالوا صار بيناتهم شجار وانتهى بوقعة جماعية، وفي ناس راحوا للخيال، مخلوقات بحرية، اختطاف غامض، ظاهرة ما ورائية، أو حتى أنه الرجال هربوا يبلشوا حياة جديدة. بس الحقيقة ما حدا بيعرف. الجزيرة ساكتة، المنارة مضواي، والبحر اللي بيعرف الحقيقة ما رجع ولا كلمة.